ازيكم يا شباب، معكم محمد ممدوح من قناة جيمز أورك. ان شاء الله النهارده هيكون معايا تعريب لعبة اتلاست 1 بالاضافة بتاعتها اللي هي الرايدر. طبعا التعريبات دي كلها كانت على قناتي من كام سنة كده، 4 5 سنين، والقناة طبعا اتقفلت، فان شاء الله الناس اللي هي طالبة التعريبات كلها الجديدة هنزلها. التعريب طبعا معروف، طبعا فريق عرب جيمز هو اللي معرب اللعبة. سوكم كل حاجة خاصة بفريق عرب جيمز في الديسكريبشن. تعريب كامل بالإضافة. طبعا هسيبلكم الموقع بتاعهم وكل حاجة في الديسكريبشن بإذن الله. اللعبة ترجمة عربي طبعا كاملة بالإضافات، والتعريب بيشتغل على أي إصدار لعبة. طبعا التعريب لا غنى عنه يعني في بعض الألعاب. طبعا اللعبة دي طبعا كله عارفها، فأنا آسف يعني عشان كان عندي فيديوهات قديمة مش عارف أنزلها عشان خاطر طبعا القناة اتقفلت، عشان خاطر انتوا عارفين حصل حوارات كده في موضوع اللي في حاجات ممنوعة وبتمسح القناة. فبقيت أنزل رابط بس التعريب، هنزل لكم رابط التعريب وكل حاجه في الكومنت المثبت. تقول تاني الكومنت المثبت، ولازم تبعت للجروب، ابعت لجروب جيمز ارابيك اد عشان هقبل الاد، وكل حاجه تكون خاصه بالجروب، وهتلاقي الشرح طبعا في كل حاجه في الجروب عشان نبعد على القناه وما نقدرش القناه مجرد شرح، والفيديوهات اللي جوه هتكون مجرد اثبات بس، يعني برابط وكل حاجه. بس نخش بقى على الشرح بتاع التعريب ازاي وكل حاجه، وندخل على الشرح بتاع الفيديو. نيجي بقى يا شباب للشرح التعريب. الملف اهوت، هنفك ضغط الملف زي ملف عادي، ونستنى نفتح الفولدر. طبعا نسيبهم كل حاجة في الكومنت المثبت. تمام. طبعا ده خاص بالابلودر نفسه اللي هو عمل الملف، اللي هو جيكوب صاحب التعريب وكل حاجة، والديسكورد بتاعه بتاع فريق عرب تيم. كمان هسيبه لكم، لان طبعا الديسكورد بتاع فريق عرب تيم طبعا هو كلهم في فريق واحد. طبعا عرب جيمز وعرب تيم كلهم عاملين ديسكورد واحد. تمام. نيجي للشرح، هنشغل ملف عادي هشغله كمسؤول، ونكست، وهنختار مسار. طبعا التعريب اهوت تم تعريب وسيلة فريق عرب جيمز. كل حاجة وخاصة بمبتدأ فريق العمل عمر أحمد، محمد حسين، اعتقد ده اللي هو فينيوم تقريبا، محمد حسين فينيوم مش فاكر، احمد حجاج، احمد صبحي، محمد صبحي، ابراهيم سمير الزواوي. طبعا ده فريق التعريب. طبعا عشان الناس دي كلها تمت في التعريب لازم ياخدوا حقهم وشكر خاص. طبعا دي حقوق الناس اللي عملوا التعريب بتاع لعبة اتلاست. هنجيب نيكست، وهنا نختار مسار اللعبة مسطبينها فين. تمام. انا عن نفسي مسطبها في مكان معروف، يعني طبعا ده كل واحد بيسطبها في الحتة اللي هو حاطط فيها اللعبة. انا مسطبها عندي مثلا في الداونلود، هروح على اهي اتلاست اهيت، نقطع عليها بس كده اهي، ونجيب هنا اوكي، وهنجيب نيكست، نيكست تانية، وبس كده. تمام. بس كده كده التعريب بقى شغال. تمام. برضه عشان نتأكد ان التعريب اشتغل هنتأكد تاني دلوقتي، نشغل اللعبة ونشوف. نفتح البرنامج. طبعا عشان هو التعريب شغال تمام بدون اي مشاكل. بس حاجة مهمة برضه عشان التعريب يشتغل، نخش على الخيارات، هنجيب اظهار الترجمة دي هتلاقيها مش معمولة، هنعلم عليها هنا، وهنجيب تطبيق. بس كده ده كان شرح تعريب لعبة اتلاس. ان شاء الله الفيديو الجاي هنزل الجزء التاني، بس هتلاقوا تاريخ قديم شوية عشان خاطر في فيديوهات قديمة بنزلها، مش لازم انزل الالعاب من اول وجديد واعملها. واقول تاني هتلاقوا رابط التعريب في الكومنت المثبت، وهنشوف لازم تبعت للجروب عشان تسمعك الرابط. طبعا انا هسيب رابطين، الرابط في الجروب واحطه، بس لو حد فتحه مش هيظهر، هنلاقيه برايفت، لازم يبعت للجروب وعشان يظهر معايا، فبسيب رابط الجروب ورابط التعريب عشان برضه نحمي القناه زي ما قلت لكم. يعني القناه التالتة دي تلاقيها يعني الحمد لله على كل حال. بس كده، اي حد عنده استفسار يقول لي في الكومنت، واي لعبه عايز ينزلها تعريب يمكن الاقي فيها تعريب ان شاء الله وانزله على القناه. معاكم محمد ممدوح من قناه جيمز.
عربيك في رعاية الله. السلام عليكم.